الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب استرنا فوق الأرض. اللهم يا رب استرنا فوق الأرض. اللهم يا رب استرنا يوم العرض. اللهم يا رب بارك لنا في شيخنا. اللهم يا رب أفني أسماءنا في اسمه، ورسومنا في رسمه، ودواتنا في ذاته، بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فبعد أن أسلفنا الذكر عن أقسام المياه وفرائض والسنن ومستحبات الوضوء، يتحدث سيدنا عبد الواحد بن عاشر في منظومته عن أبيات عن مسائل في الوضوء، فيما يخص أن الوضوء تجب مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان. فقال: كره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل، وذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. فكره الزيد على مسح المحدد من الأعضاء، وكذا الزيادة في عدد الغسلات، فيما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جاءه أعرابي فعلمه عليه الصلاة والسلام الوضوء ثلاثا، فقال: من زاد على هذا فقد عد وأساء وظلم. فالزيادة في عدد الغسلات مكروهة، كذا المسح فوق ما حدد على العضو، أي مثلا في غسل اليد أو مثلا في مسح الرأس، فالعضو محدد، فمثلا الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى نقرة القفا، فالزيادة على محل العضو أو الزيادة في عدد المسحات هو مكروه في المذهب المالكي. فكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، وعاجز الفور. فكنا تحدثنا على أن الفور هو فرض من فرائض الوضوء. فرائض الوضوء 7، وهي دلك وفور ونية في بدئه، أو كما قال سيدنا عبد الواحد بن عاشر. فالفور هو من فرائض الوضوء. ما المقصود بالفور؟ الفور هو أن يفعل الوضوء كله أو الوضوء كله في مرة واحدة، يعني يكون الوضوء كله عضو يتبع عضو، فيجب أن يكون الوضوء كله في فور واحد. فإذا عجز عن فعل الوضوء في فور واحد
كمن مثلا سقى الماء من بئر بعيد فلما أراد الوضوء انهرق ماؤه أو لم يكفه للوضوء ويجب عليه سقي ماء آخر، فإن جفت أعضاؤه قبل أن يتم الوضوء في زمان معتدل فيجب عليه أن يعيد، وإلا يتم ما بدأه. يعني إذا مثلا كان الإنسان يتوضأ وأعد الماء وتوضأ، يعني غسل اليدين ومضمض واستنشق واستنثر وغسل الوجه، ثم انهرق ماؤه فذهب ليحضر ماء آخر، فإذا جف وجهه وكان الزمن معتدلا فيجب عليه أن يعيد الوضوء. أما إذا بقي وجهه مبللا فيكمل، يعني يتم يبدي عاوتاني من غسل اليدين إلى المرفقين ويتم. فهذا فيما يخص أنه يجب أن يفعل الوضوء كله في فور واحد. فعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. فقلنا أن شروط الوضوء أو فرائده تجب مع الذكر والقدرة، فتكلمنا عن القدرة ثم الذكر. فإن نسي إنسان توضأ ونسى فلا يخرج هذا عن نسيان عن اثنان: إما أن يكون قد نسي سنة أو قد نسي فرضا. سنة مثلا نسي المضمضة، أو فرضا مثلا نسي غسل الوجه. فإن نسي فرضا فإن كان قد صلى، قال سيدنا عبد الواحد بن عاشر: بطلت، فيجب عليه أن يعيد تلك السنة إن كان قريب عهد بالوضوء. إذا كان عاد توضى مثلا، باش نحدوا لها كاع المراحل، مثلا إذا كان عاد توضأ وما زال ما صلاش وكان قريب عهد بالوضوء فيعيد الفرض، مثلا نسى الوجه، يعيد من الوجه إلى آخر الوضوء ثم يصلي. فإن كان قد طال الزمن يعيد ما نسي، يعيد مثلا غير غسل الوجه. فإن كان قد صلى بطلت صلاته فيجب عليه أن يغسل وجهه، لأن غسل الوجه فريضة، ثم يعيد تلك الصلاة الفائتة. أما إن نسي سنة فإن كان في قرب أعاد السنة، وإن كان قد بعد عن وقت وضوئه وكان قد صلى، قال بعض علماء المالكية: يستحب، ليس بواجب، ولكن يستحب إعادة الصلاة في الوقت. فإن فات الوقت فلا إعادة عليه، ولكنه يأتي بتلك السنة لكي يتم وضوءه للصلوات القادمة. وجاء في كتاب المنح القدسية في تفسير قول سيدنا عبد الواحد بن عاشر: أن الإنسان لا يتعدى عدد الغسلات ولا محل الفرض الذي حدده له شيخه، لأن
شيخه هو أعلم به. فحقيقة المشيخة هي وراثة العلم النبوي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يشاك بالشوكة فأجد ألمها. فهو عليه الصلاة والسلام واجد مواجيد الدنيا، من حيث أنه يأتي كل مؤمن من نفسه. فكذلك الشيخ أولى بالمريد من نفسه، فهو يعرف حقيقة المريد أكثر مما يعرف المريد نفسه. فإن حدد الغسلات على حسب الشرع في 3: طهارة في الفعل، وطهارة في الاسم، وطهارة في الصفة، فلا يتعدى المريد إلى طهارة رابعة في الذات فيهلك، لأنه قد حدد له سلفا من طرف شيخه، فلا يتعدى عدد الغسلات ولا يتعدى محل الفرض في المسح. وقلنا أن الفرائض التي يفنى فيها من حيث فرائض الوضوء هي 7 صفات لله عز وجل، فلا يتعداها ويطلب غيرها، فيكون في طلبه النقصان لا الزيادة. فإن عجز عن الوضوء، لأن الوضوء أيضا في طريق أهل الله أو شرطه يجب مع الذكر والقدرة، فإن لم يقدر على الطهارة بأن منعه مانع كبعده عن شيخه، أو لا قدر الله وفاة شيخه، فيجب عليه أن يستأنف في المحل الذي تركه فيه شيخه. مثلا إن فنى في الفعل وانقطع عنه شيخه بوفاة أو غيره، فيطلب من الخليفة الذي حدده له شيخه أن يتم له فيه الوضوء، لأن وضوءه الباطني وقف في محل الفعل، فيتم له الاسم والصفة. هذا إن كان قريب عهد بوضوئه، وإن حبسه حابس بأن كان عاجزا أو لم يستطع. أما إن كان تهاونا منه بأن هو الذي ابتعد عن شيخه لا بفرض قاهر، فيجب عليه إعادة الوضوء من الأول. فإن كان قريب عهد بالوضوء بأن لم تيبس أعضاؤه، وأهم ما في الأعضاء القلب وهو سر كل الأعضاء، لقول سيدنا ابن الفارض: فصار بعضي كلي، والبعض هو القلب والكل هو الجسم، فيصير القلب أو الجسم كله قلبا، فيصير القالب قلبا. فإذا كان قريب عهد بالوضوء بأن كانت لا زالت تسري فيه أنوار الروح النبوية، فيتم وضوءه. فإن فنى في الفعل يتم له شيخه أو وارث سر شيخه الفناء في الاسم والصفة. أما إن يبس قلبه من ماء الحياة ألا وهي الروح النبوية، فيجب عليه أن يعيد من الأول. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. اللهم يا رب ارزقنا من بين أيدينا نورا، وعن إيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم يا رب أعطنا من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم يا رب أعظم لنا نورا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.